صاحبي كان عايز يشتري هدوم وكان عايز يجيب حاجه غاليه. فانا بصيت له قلت له غالية ايه يا ابني؟ انت اغلى حاجه جبتها كان شراب ب25 جنيه ولبسته في ايدك عشان ما يتوسخش. قال لي يا اسطى انا لسه قابض دلوقتي ومعايا الماني يابا وما تخافش. قلت له ماشي خلاص، تعالى بقى انا اعرف مول حلو في حاجته حلوه وتعالى نروح انا وانت. وصلنا الموقف وجينا نركب الميكروباص، لقيت صاحبي بيوقفني بيقول لي بس اطلب اوبر. قلت له يا اسطى انت الشهاده بسرعه، انت هتكفر ولا ايه؟ اوبر ايه اوبر ايه يا ابني؟ ده انت التوك توك بالنسبه لك جي كلاس. قال له اطلب بس وما تخافش الفلوس موجوده. وقتها حسيت ان انا ماشي مع قارون مش مع صاحبي عبد الله جزر. بعد ما وصلنا المكان سألنا السواق عن الأجرة، قال لنا 250 جنيه. صاحبي بص له قال له ليه؟ انت لو بتوصلنا للآخرة مش هتعمل كل ده. المهم دخلنا المول، كنا فاكرين شكلنا ان احنا رجال اعمال، بس صاحبي كان ضارب تيشيرت الاسماعيلي وانا كنت لابس اوحش طقم في حياتي. اول ما دخلنا المول صاحبي بدأ يهرش كده وجات له حكه في وشه. قلت بس عنده حساسيه من الاماكن النضيفه وخلاص بقى احنا كده ايه، النهارده هنغسل البلاط. المهم دخلنا اول محل، لقينا واحده جايه علينا بتقول لنا excuse me sir how can I help you. لقيت صاحبي بيبص لها كده وبكل ثقه قال لها جوما بيل عبد الله. انا وقفت كده اتصدمت، البت اتصدمت، الكاشير اتصدم، البواب اتصدم. المهم شفنا جاكيت عجبنا فقلت له هو الجاكيت ده حلو يا ابني، فرحنا نسأل على سعره طلع ب3500 جنيه. اول ما صاحبي سمع السعر تحول من قارون الى عمر فرج الاهلاوي وقعد يقول احنا اتخبينا. والبت اتصدمت تاني وانا اتصدمت تالت. كنت مديله قلم في نص دماغه قلت له يا كافر يا زنديق، انت عايز تلغي المقاطعة ولا ايه؟ يلا اطلع بره قدامي. وقتها صاحبي بقى كل ما يشوف جاكيت يجيله الحال ويقعد يقول احنا حبايبنا. فيا جدعان كل واحد يلتزم بطبقيته، بلاش حد بقى يقعد يتمرد ويقول انا اثبت مكانك.